في ناس كده مجرد ما بتشوفهم بتحس إن الدنيا لسه فيها خير. الناس دي مش لازم تكون غنية ولا مشهورة، هم ببساطة مكسب حقيقي في أي مكان بييجوا فيه. زي بالظبط أم إبراهيم اللي بتبيع الشاي في عزبة كده جنب شغلي. الست دي عمرها ما ادتني كوباية شاي سليمة، دايما تلاقي الكوباية بتاعتها ليها بوز مكسور حتة صغيرة، أو الإيد بتاعتها مهزوزة. فمرة سألتها بابتسامة: يا أم إبراهيم، كل الكوبايات بتاعتك فيها حتة مكسورة ليه؟ ردت عليا بمنتهى الهدوء وقالت لي: يا ابني، أنا ببيع شاي مش ببيع كوبايات. المهم طعم الشاي اللي بيدفيك، مش المهم الكوباية اللي بتشربه فيها. الرد ده فضل يلف في دماغي كتير جدا، ورغم إن الكوباية فعلا مكسورة، بس الشاي بتاعها أحلى شاي ممكن تشربه في عز البرد. وفهمت إن الناس الحلوة كده بالظبط، ممكن يكونوا مش كاملين، ممكن يكون فيهم حتة مكسورة، زي كوباية أم إبراهيم بالظبط. شوية عيوب بسيطة، أو تجارب سابقة تعبتهم، أو طريقة كلام مش مثالية. لكن المهم مش الشكل اللي بيظهروا بيه، المهم هو المحتوى اللي بيقدمه لك، الدفى اللي بتحس بيه وانت قاعد معاهم، الكلمة الطيبة اللي بتسندك، الأثر الطيب اللي بيعملوه في حياتك. ما تستناش الكمال من الناس، ركز في جودة الشاي اللي بيتقدم لك، مش في كثرة الكوباية. وخليك انت كمان زي أم إبراهيم، مهما كانت ظروفك أو عيوبك، المهم إن الأثر اللي بتسيبه يكون دافي وطيب.